خير، اهلا بيكم على الهواء مباشره واطلالتنا زي ما تعودنا مع حضراتكم في مثل هذا الوقت كل يوم سبت وعالم موازي. النهارده موضوعنا موضوع في غايه الاهميه، وهو الاعلام في ظل التحديات التكنولوجيه الكبيره، اللي في الوقت اللي هي من وجهات نظر حقيقية كثيرة هي تسببت في حدوث طفرة كبيرة للغاية في العالم أو مجال الإعلام عموما، قصاد وجهات نظر أخرى وهي برضو عندها حق وحقيقية في إن ده له مساوئه بشكل أو بآخر. أنت قصاد الشقين والاتنين تقدر تقول ان نسبتهم 50% الى 50% حقيقي، زي كده الوجهين للعملة الواحدة. فده هيكون موضوع مناقشتنا وكلامنا معاكم النهاردة. انما نرجع لأصل الحكاية، هو ايه الإعلام؟ هو ايه الإعلام؟ هو ايه الإعلام في حياتنا؟ كلنا عارفين ابتدى امتى وسائله ايه سواء المقروءه او المسموعه او المرئيه. لما دخل الانترنت اصبحت يعني حصلت طفره في الوسائل اللي بقت أساسية معانا، وما ينفعش تعدد الوسائل التقليدية زينا احنا كمؤسسة إعلامية والمؤسسات الخاصة كمان المرئية. لازم كمان تعدد الوسائل الخاصة بتكنولوجيا السوشيال ميديا وتقنيات التواصل الاجتماعي، هي الأخرى أصبحت بشكل أو بآخر وسيلة من وسائل الإعلام الأساسية كمواقع، حتى إن معظم مؤسساتنا الرسمية بين قوسين كمؤسسات صحفية رسمية أو خاصة أو مستقلة، هي الأخرى لها مواقع ثابتة وأساسية على الإنترنت، وموجودة كمان ليها فروع، خلينا نقول كده كمسمى، سواء صفحات أو بيجز أو مواقع زي ما بنقول على السوشيال ميديا بمختلف أشكالها علشان توصل المعلومة. أولا فأكبر طفرة، أول سمة أو أكبر طفرة حصلت في مجال الإعلام، أول سمة حصلت من خلال دخول التكنولوجي والتقنيات العصر الحديثة، هي مدى سرعة وصول المعلومة. مدى سرعة وصول المعلومة دي رقم واحد اللي غيرت آلية منظومة الإعلام بالكامل، وعلى أساسها اتغيرت حاجات كتير قوي. إذا كنا في البداية ابتدينا وإحنا بنقول إن ده له إيجابياته الكبيرة جدا وإنه له من الجانب الآخر مساوئه أيضا، فتعالوا نطبق على السمة الأولى دي في مسألة سرعة وصول المعلومة. سرعة وصول المعلومة يعني على طول تردك لمدى مصداقية المصدر. مدى مصداقية المصدر هو الفيصل في المسألة، علشان بعد كده أنا ما عنديش أي مانع إنك تسبقني كمنصة أو كموقع، لأني بيني وبينك دايما كمؤسسة من مؤسسات الإعلام العريقة، والزملاء كمان في المؤسسات الخاصة، والزملاء في المؤسسات المقروءة الجرايد والصحف والمجلات وكذا، بيني وبينك حالة من التنافس الشريف المهني اللي لصالح الشغلانة، لصالح مجال الإعلام، والمفترض أنه لصالح المجتمع والجمهور والرأي العام.
إذا كان إذا عودا على المبدأ اللي احنا بنتكلم فيه، وهو مصداقية المصدر. مصداقية المصدر متوافرة، إذا هذا العنصر لما يتوفر يبقى إذا عنصر السرعة اللي نتج عن دخول العناصر دي على مجال الإعلام هنا بقى ميزة، هنا أصبح ميزة. لكن إن لم يكن هناك مصداقية للمصدر، فده سرعة وصول المعلومة هنا ما بقتش ميزة، لأن طالما ما فيش مصداقية للمصدر إذا أنا بالتبعية اترتب عليه إن أنا ما أقدرش أسميها معلومة، أنا أقدر أقول عليها فقط شائعة. هنا أنا بقدر أفرق ما بين المعلومة وسرعة وصولها، وما بين الشائعة وسرعة وصولها كمان للأسف، وده الجانب المؤسف، بمدى مصداقية المصدر. مدى مصداقية المصدر ده حقكم علينا عفوا ان احنا نوفره، وده مجال التنافس الإعلامي المهني الشريف اللي مفتوح ما بين كل العاملين في مجال الإعلام، وفي جزء كبير جدا بيتوقف على على الإنسان، على المتلقي، على حضرتك، وهو البحث عن المصدر. البحث عن المصدر علشان حضرتك تعرف الميزة اللي حصلت بدخول التكنولوجي على مجال الإعلام أتاحت لحضرتك وصول المعلومة بسرعة جدا، ولا هي جعلت حضرتك فريسة لوصول الشائعة كمستهدف لأسباب كتير قوي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وحتى على المستوى الفني أو الرياضي أو غيره. مدى وعي المتلقي بأنه يتحرى الدقة، هو بيتابع أنهي منصات، بيتابع أنهي قنوات. ما هو احنا بنتكلم على التكنولوجي وبنتكلم كمان على الوسائل التقليدية، كل ده مطروح في خدمة المتلقي في الوقت الحالي. بعد الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم حالا. مع حضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة وعالم موازي، وحديثنا عن الإعلام. كنا بنقول زيادة المنافسة في مجال الإعلام مع إمكانية استخدام التقنيات الرقمية لإنشاء محتوى إعلامي جديد. إحنا زاد علينا في مجال الإعلام مش بس بقى الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، سواء فيسبوك، تويتر، أو إكس حاليا بقى، أو ثريدز أو أيا كان بقى المواقع، ومواقع كمان المؤسسات، كمان مواقع المؤسسات الصحفية، سواء كانت رسمية تابعة للدولة أو مستقلة أو خاصة أو أيا كان، أو حتى حزبية. احنا في منظومة دخلت علينا التكنولوجيا، دخلت علينا السوشيال ميديا، ثم مؤخرا بس بقى له فترة يعني دخل علينا كمان شغل الاي اي او الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ابتدى يستخدم لصالح تطوير واحداث طفرة كمان في صالح المجال والياته ومستخدمين. عن طريق ايه؟ خلينا نقول الاول الجانب الجيد في المسألة، عن طريق امكانية انشاء محتوى اعلامي جديد. عصر الذكاء الاصطناعي
أصبح الإعلام طبعا بيلعب دور هام للغاية في تسليط الضوء على استخدامات التقنيات الذكية وتأثيرها على حياتنا اليومية. نقدر نقول إن الذكاء الاصطناعي أثر بشكل كبير على الإعلام وطريقة نقل واستقبال المعلومات. يمكنه أيضا تحليل معلومات المستخدمين وتحديد الاهتمامات. تحليل معلومات المستخدمين وتحديد الاهتمامات والتوجهات الإعلامية لكل شخص. فبالتالي كل ما حضرتك بتختار قراءة أو البحث عن موضوع معين أو برنامج معين أو مبحث معين، فبتلاقي ان هذه التقنية بتبتدي تعرف انت ميولك ايه، فتبتدي غالبا يعني زي ما تختار مفضلاتك كده، فغالبا هو ده اللي بقى بيظهر لك بالشكل اغلب. وهكذا كلما زادت اختياراتك او اهتماماتك او الموضوعات اللي حضرتك معني بيها، ده بيندرج تحت العنوان الكبير بتاع استخدام التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في صالح تكوين محتوى إعلامي أفضل، قادر على خدمة المتلقي بشكل يواكب العصر وبشكل يواكب متطلبات المتلقي والمعاصر، وفي الوقت نفسه بشكل ذكي يقدر على طول يعرف اهتماماتك ايه ويوفرها لك. بفضل الذكاء الاصطناعي يمكن للإعلام أيضا تقديم تجربة أفضل للجمهور. من الهام جدا إن احنا نطور قدراتنا ومهاراتنا انطلاقا من فكرة إنه لا يمكن للآلات إنها تحل محل البشر بالكامل، وده شيء مفروغ منه، لأن في الأساس اللي دخل المادة دي كلها لتقنية الذكاء الاصطناعي هم ملايين من البشر. يعني هي ما اخترعتش نفسها، زيها زي أي مبحث أو محرك بحث تقدر تقول أقل منه يعني تعقيدا أو أقل منه قدرة، إنما هو في النهاية نتاج مجهودات أو مدخلات ومعطيات، مش هقول آلاف ولكن ملايين من أفضل العقول البشرية. طيب هل الملايين دي إذا افترضنا أولا، وده المفترض، صحة ودقة المعلومات، هل هتقدر تفترض بنفس القدر مدى يعني شفافية توجه هذه العقول؟ طبعا لا، قولا واحدا لا بثلث يعني. فإذا الدور البشري هنا أساسي وعامل فعال للغاية في إنه ينتقي ويحصل زي ما بتقول كده ببساطة عملية فلترة للتوجه المغرض اللي أو المحرض اللي ممكن يكون في وسط النتائج اللي بتطلع لحضرتك أثناء استخدامك لمحرك بحث ما أو لتقنية الذكاء الاصطناعي. هنا دور البشر أساسي وفعال عشان يبقى ده إضافة مهمة نقدر نقدمها لحضرتك خدمة أفضل، وفي نفس الوقت أنا مطمنة عليها كشفافية إعلامية مظبوطة مهنيا، كدقة في مراجعة وتطور النسب والأرقام الخاصة بالمحتوى الإعلامي اللي أيا كان في المجال اللي بيتقدم فيه أو اللي بيناقشه. وكمان أنا اطمنت سياسيا ونفسيا إن أنا بقدم لحضرتك محتوى شفاف غير محرض. فاصل
ونرجع نستكمل مع بعض حلقتنا النهاردة عن الإعلام وتحديات العصر. اسلمي يا مصر إنني الفداء، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا، وقفة الأهرام فيما بيننا، لصروف الدهر وقفتي أنا، في دفاعي وجهادي للبلاد، لا أميل لا أمل لا ألين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. نقطة مهمة هنا بقى، وهي في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المادة الإعلامية والمحتوى الإعلامي والطريقة اللي بيوصل بيها لحضراتكم. النقطة دي في غاية الأهمية، لأنها بتحيلنا إلى مسألة أخطر كتير. في النهاية الذكاء الاصطناعي وسيلة. طيب ماذا عن الشائعات؟ الشائعات حرب من أو أداة من أقدم وأهم أدوات أجيال متتالية من الحروب، الجيل الرابع والخامس والسادس، وفي نفس الوقت يعني هي أقدم واحدة من أقدم الأدوات الحربية على الإطلاق، لأن هي محتاجة عقل ومحتاجة لسان ومحتاجة تناقل وتداول. قبل فده كان موجود يعني بقدرات بشرية قبل، منطقيا وبديهيا، قبل عمل أو صناعة أي معدة عسكرية. إذن استخدامها يعود إلى عام 500 بعد الميلاد، فإحنا بنتكلم على تاريخ طويل من علم من علوم الحروب النفسية. ما هياش شيء مستجد ولا حاجة، ولكن استهداف دول محددة بيها شفناها بعنينا كلنا في المنطقة العربية بشكل واضح، وشفنا على مدار سنوات طويلة استهداف مجتمعنا المصري والدولة المصرية على الأخص بهذا الأمر. طيب لدرجة أن سيادة رئيس الجمهورية بنفسه في مرة من المرات اللي سيادته تحدث فيها في أظن واحدة من لقاءاته الرائعة بالشباب، شباب مصر المتعددة في المحفل الوطني الرائع
اللي كان له دور مهم قوي في نشر الوعي بشكل عام، مؤتمرات الشباب. سيادته اتكلم عن خطورة الشائعات وخطورة استخدامها على العقل الجمعي، وقال سيادته وقتها ان في الثلاث او 4 شهور، والكلام ده كان في احدى المرات المؤتمرات مؤخرا يعني القريبة مش في بدايتها، ال3 شهور الفائتين آنذاك قال عدى على مصر أكتر من 40,000 شائعة. بالمعدل ده على فكرة ما كانش المعدل ده لا قل ولا زاد، يعني هو هيزيد أكتر من كده إيه؟ إحنا الدولة المصرية بتتعامل يعني بشكل يومي مع مئات بل آلاف من الشائعات. من عندك خريطة سياسية كلها خصوم، لأنك دولة كبيرة عظيمة الشأن، ولا يستهدف أبدا إلا الكبير عظيم الشأن. عشان كده علاقة بقى المعطيات كشائعات اللي محتواها قد لا يكون له أي أصل من الصحة أو الحقيقة أو الواقع، موجود داخل محتوى تقنية الذكاء الاصطناعي، لازم تعرف كويس قوي وتخلي بالك إنك لا تعتمد عليه وانت مغمض على إنه ريفرنس أو على إنه مرجع. الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، هل يمكنك شرح ماهية الذكاء الاصطناعي وكيف يتم استخدامه في صناعة الإعلام؟ يشير الذكاء الاصطناعي إلى قدرة الآلات على أداء المهام التي تتطلب عادة ذكاء بشريا، مثل التعلم والاستدلال وحل المشكلات. في صناعة الإعلام يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل إنشاء المحتوى وتنظيمه وتوزيعه وزيادة تفاعل الجمهور. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بسلوك المستخدم وتفضيلاته، ولإنشاء توصيات محتوى مخصصة، ولتحديد وإزالة الأخبار المزيفة وغيرها من أشكال المعلومات المضللة. كما يمكن استخدامه لأتمتة المهام الروتينية، مثل تحرير الفيديو والترجمة التوضيحية. كيف تختلف GPT عن الأنواع الأخرى لنماذج الذكاء الاصطناعي؟ وما هي بعض تطبيقات GPT في صناعة الوسائط الإعلامية؟ GPT أو المحولات العامة المدربة مسبقاً هي نوع من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لمهام معالجة اللغة الطبيعية، مثل إنشاء النصوص وترجمة اللغة. ما يجعل GPT فريداً هو أنه تم تدريبه مسبقاً على كميات كبيرة من البيانات النصية، مما يسمح له بإنشاء نصوص عالية الجودة بأقل قدر من التدريب الإضافي. في صناعة الوسائط الإعلامية يمكن استخدام GPT لمجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل إنشاء المحتوى الآلي ومراقبة الوسائط الاجتماعية وتفاعلات برامج المحادثة الآلية. على سبيل المثال، قد تستخدم مؤسسة إخبارية GPT لإنشاء ملخصات للمقالات تلقائياً، أو لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على القصص الإخبارية. ما هي بعض الفوائد والمخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام؟ وكيف يمكن لشركات الإعلام التأكد من أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول؟ هناك العديد من الفوائد المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، مثل زيادة الكفاءة وتحسين الدقة ومشاركة الجمهور بشكل أفضل. ومع ذلك، هناك أيضاً مخاطر، مثل احتمال التحيز وانتهاكات الخصوصية وانتشار المعلومات المضللة. لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، يجب على الشركات الإعلامية وضع مبادئ توجيهية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير عمليات لرصد ومراجعة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الأولوية الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الشركات الإعلامية على دراية بالتحيزات المحتملة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي واتخاذ خطوات للتخفيف منها، مثل تنويع بيانات التدريب والتدقيق من أجل عدالة الخوارزميات.
كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT لأتمتة إنشاء المحتوى في صناعة الإعلام؟ وما هي بعض الآثار المحتملة لذلك؟ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وGPT لأتمتة العديد من جوانب إنشاء المحتوى في صناعة الإعلام، مثل إنشاء العناوين الرئيسية والتعليقات التوضيحية والملخصات. يمكن أن يساعد هذا الشركات الإعلامية على إنتاج المزيد من المحتوى بتكلفة أقل وبسرعة وكفاءة أكبر. ومع ذلك، هناك أيضاً تداعيات محتملة، مثل احتمال انخفاض الإبداع والتنوع في المحتوى، فضلاً عن مخاطر التحيز الآلي وتعزيز الآراء المسبقة. لذلك، يجب أن تحرص الشركات الإعلامية على تحقيق سؤال نطرحه مع بعض كده بصراحة. كلامنا عن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الإعلام والمحتوى الإعلامي اللي هي قادرة تقدمه، والطفرة اللي حصلت واللي لازم نعترف بيها من بعد دخول تقنية الذكاء الاصطناعي على مجال الإعلام. طيب سؤال، هل ينفع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كبديل عننا، كبديل عن العنصر البشري؟ هل ينفع؟ يعني سيبك بقى مننا وخليك ايه في الذكاء الاصطناعي. طيب انا هقول لحضرتك قبل ما نجاوب مع بعض، نحاول نجاوب مع بعض ونوضح مثال. حضرتك عايز تعمل مكالمة لبيتك وحضرتك خارج البيت، انت في ايدك موبايل، الموبايل هيمكنك من انك تعمل هذا الاتصال، لكن هو ينفع يتصل بدالك؟ طيب تعالى نفرض انه يقدر يتصل بدالك. ماذا لو المكالمة دي موجهة مثلا لشخص محدد في بيتك؟ الشخص ده مش هو اللي رد، شخص آخر اللي رد، هيعمل ايه؟ تعالى بقى نسحب الكلام ده على مجال الإعلام والعلاقة ما بين استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة الإعلامي والمحتوى الإعلامي اللي بيتقدم لحضرتك، والمفاضلة ما بين استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنياته بديلا عن العنصر البشري. لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن هو ليست لديه القدرة على التفاعل مع حضرتك، ليست لديه القدرة على الابتكار والإبداع والتفاعل الإنساني معاك كجمهور. لا في الحوار الدردشة اللي احنا فاتحينها النهاردة، ولا في مثلا المكالمات اللي لو حد من زمايلنا فتح مكالمات لحضراتكم دلوقتي، هو ما يقدرش يرد عليك، هو ما يقدرش ياخد ويدي معاك، هو ما يقدرش يفترض معاك حاجة، هو عنده اسطمبة جهد وتم وضعه من بيانات تم تحليلها وتم وضعها بشكل لائق يفيدك، يفيدني أنا يعني كإعلامي، ويفيدنا كلنا، ويديك الوقت ده أولى للتركيز في شغلك، ويوفر عليك كتير من الوقت. لكن هل يقدر يبقى متفاعل مع حضرتك كإعلامي وكجمهور؟ لا، ما ينفعش. عبارات يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استناداً إلى المعلومات التي تجمعها. ومن بعض الأمثلة عن الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، فمثلاً تجد تطبيق اليوتيوب يقترح لك بعض الفيديوهات التي قد تكون في مجالات اهتمامك، وذلك استناداً لمرات مشاهدتك لفيديوهات مشابهة. ومن أبرز الأمثلة أيضاً ظهور إعلانات عن أشياء أنت تبحث عنها أو تنوي شرائها. إن الذكاء الاصطناعي
يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صوراً عن الروبوتات العالية الأداء الشبيهة بالإنسان التي تسيطر على العالم، فإنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر، إنه يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية، مما يجعله أيضاً ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال. دعني الآن أحدثك عن فوائد وتحديات تفعيل الذكاء الاصطناعي. هناك العديد من قصص النجاح التي تثبت قيمة الذكاء الاصطناعي، فالشركات التي تضيف التعلم الآلي والتفاعل الإدراكي إلى عمليات الأعمال التقليدية والتطبيقات يمكنها أن تحسن بشدة من تجربة المستخدم وتعزيز الإنتاجية. ومع ذلك هنالك بعض العقبات. إن معرفة متى وأين يتم دمج الذكاء الاصطناعي. اهلا بحضراتكم مره تانية على الهواء مباشره وعلى موازي، وبيسعدني وبيشرفني ينضم لنا الباحث الدكتور حسام الدمراني، الصحفي والباحث بمجال الاعلام الرقمي ومجال الذكاء الاصطناعي او الاعلام الرقمي بشكل عام. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. شرفتنا. اهلا بيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. اهلا وسهلا. دكتور، تحديات العصر وعلى الاخص بالنسبه للاعلام في ظل دخول الذكاء الاصطناعي أيضا كأحدث تقنيات التكنولوجي أو الرقمنة في مجال الإعلام. في رأي حضرتك هل ده أحدث ثورة في مجال الإعلام؟ بنسبة قد إيه إيجابية؟ بنسبة قد إيه حضرتك بترى إنها فيها بعض الإشكاليات؟ اهلا بحضرتك يا استاذ هند وكل الساده المستمعين والمشاهدين. اهلا بيك. في بدايه الامر انا يعني كنت عايز اربط مساله التقنيات الخاصه بالذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مجال الاعلام الرقمي. ده يمكن وضع وسائل الاعلام التقليديه في تحدي كبير جدا، خاصه في ظل يعني منافسه تكنوسياسيه، مش جيوسياسيه، هي تكنوسياسيه، ده التعبير الادق، ما بين عدد من الدول الفاعله في هذه التقنيات و التكنولوجيات الناشئه زي الولايات المتحده الامريكيه، زي الصين، زي سنغافوره، الهند، وعدد اخر من الدول اللي بتتسابق على امتلاك اكبر عدد ممكن من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في كل مجالات الحياه، مش فقط مجال الاعلام. بطبيعه الاشياء احنا لو نظرنا الى خريطه الاعلام التقليدي او وسائل الاعلام التقليديه، يعني ما فيش وسيله بتقضي على وسيله، ولكن هي الوسائل المستحدثه بتبقى تكامليه مع الوسائل التقليديه. ولكن يعني لابد يا استاذ هند احنا يعني ننظر للامور بارتباط هذه التقنيات بالسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. في 4 يمكن معايير بتقيس مدى تقدم الحكومات والدول فيما يتعلق بامتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي. اولا التقنيه الخاصه ب او الخاصيه الخاصه بقوه الحوسبه او الحواسب، يعني الدول عندها تقدم هائل في الشركات الناشئه في هذا المجال والبرمجيات وهكذا. نمرة 2 عدد المواهب زي المبرمجين ومحللي البيانات وغيرهم من الفاعلين من رواد الأعمال في مجال التقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية. رقم 3 يمكن عندنا البنية التحتية أيضا مؤشر مهم جدا لابد من الاهتمام به في مسألة التحديات الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي قبل النظر لتأثيرها على مجال الإعلام التقليدي أو غيره. رابع حاجة وده مهم جدا للبيانات، يعني من يمتلك البيانات ومن يستطيع التأثير من خلال امتلاك هذه البيانات في اتجاهات الجمهور والقوى الشرائية والأتباع، زي مثلا قوة الاقتصاديات المؤثرين على السوشيال ميديا الآن، وفي دراسات كثيرة في هذا الصدد فيما يتعلق بتأثير المؤثرين على السوشيال ميديا على اتجاهات الشراء، على توظيفهم في مجال الإعلام الرقمي الجديد في منصات السوشيال ميديا وهكذا. دي كلها عوامل او مقاييس يمكن بنحاول نقيس من خلالها احنا موقعنا فين كمصر فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتاثير او المنطقه العربيه وتاثيرها في مجال الاعلام. تمام. طب جاوب من فضلك على التساؤل الهام. التحديات كبيره، يعني وسائل الاعلام التقليديه لو ما بداتش من الان في إطار رؤية استراتيجية مستدامة توظيف أكبر عدد ممكن من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استحداث وحدات داخل غرف الأخبار وصالات التحرير
والاذاعات والتحول للاعتماد على رواد الاعمال في التكنولوجيا زي المبرمجين، زي المتقدمين في مجال الخوارزميات، زي محللي البيانات وغيرهم من رواد الاعمال يا فندم، اللي يمكن بتغير بشكل كامل خريطه بدل الاعتماد على المحرر او الاعتماد على المذيع او الاذاعي بشكل تقليدي في وسائل الاعلام. هو بيعتمد الان على بعض الفئات المستحدثه في مجال الاعلام حتى يعني يستطيع انتاج محتوى يتناسب مع الجمهور الجديد. في حاجه مهمه جدا عايز اقول لحضرتك عليها، يعني طول الوقت احنا بنحاول نربط شغلنا البحثي والاعلامي بمجتمعنا المصري. اخر احصائيه يا استاذ هند بتتكلم عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، احنا عندنا تقريبا 61% من تعدادات الشعب المصري بيندرجوا تحت فئتي الجيل الفا والجيل زي. الفا اللي هم 15 سنه فيما اقل، زي من 16 لغايه 28 29 سنه، وهذين الجيلين هم الذين يمتلكوا اكبر عدد ممكن من التفاعل او التعاطي مع التكنولوجيا من خلال امتلاك السمارت فونز، من خلال التابلت، تلقيهم للمحتوى مغاير تماما عن القارئ التقليدي او المستمع التقليدي او المشاهد التقليدي. الان هم دي شريحه كبيره جدا لازم ناخد بالنا منها فيما يتعلق ب احنا يعني لابد من وضع سياسات اعلاميه واستراتيجيات اعلاميه تتناسب مع هذا الجمهور الشاب، خاصه مجتمعنا المصري مجتمع شاب. اذا ده تحدي كبير جدا بيقابل او بيواجه وسائل الاعلام في مصر والوطن العربي، لان هي مجتمعات شابه في المقام الاول. طيب علشان اللي حضرتك بتقوله نعم. ده نبني عليه نقطة في غاية الأهمية. نعم. برضو ليها صلة باللي حضرتك بإجابتك السابقة اللي حضرتك ذكرتها. مدى اعتمادنا إحنا كمؤسسات إعلامية على الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وحضرتك ذكرت انها من المفترض تبقى موجودة بقى في صالات تحريرنا، وان احنا نعتمد عليها بشكل غير تقليدية الاشياء. طبعا احنا بنستفيد منها وابتدينا نعمل ده، ولكن يبقى لسه في الذكاء الاصطناعي سؤال الأخلاق مطروح على المستوى العالمي. سؤال خصوصية ثقافة كل مجتمع مطروح أيضا على المستوى العالمي. دول إشكاليتين لم يحلوا بعد. نعم. سؤال الاخلاقيات يا استاذ هند، وحضرتك يعني متشكر جدا ان حضرتك ذكرتيه طبعا، لان ده يعني تحدي برضه مهم جدا بيواجه مش فقط المجتمع المصري ووسائل الاعلام المصريه ولكن على مستوى العالم. ومساله الخوارزميات اللي على طول الوقت بتقتحم خصوصياتنا. يعني حضرتك يمكن بنشوف على المستوى التجاري او مستوى المحتوى، يعني حضرتك لو بتعمل سيرش على التواصل الاجتماعي عن منتج ما، سلعه ما، طول الوقت بتلاقي الخوارزميات بتشتغل على حضرتك بابديت بعدد مهول او سيل كبير من الاعلانات من كافه الشركات المتعلقه بهذا هذه السلعه وهذا المنتج طوال الوقت. ده يمكن بيقتحم خصوصياتنا، خصوصيه المستخدم لهذه المواقع. يعني احنا ده في اطار الحلول بنطلب من خلال منصه حضرتك المحترمه ومن خلال ابحاثنا طول الوقت ان يبقى في تشريعات مستحدثه في المنظومه التشريعيه المصريه تتناسب مع طبيعه القارئ وطبيعه الجمهور وخصوصيته وحقه في المحتوى. نمره 2، عدد من المنصات الرقميه وسائل الاعلام الاجتماعي زي التيك توك، انستجرام، فيسبوك وغيرها، اللي الاكثر تاثيرا واستخداما في وطننا العربي وفي مصر من حيث الانتاج المحتوى والسلع وغيره، بدات تقدم للمستخدمين بتوعها عدد من الادوات البسيطه المجانيه اللي تقدر من خلالها تحدد خصوصيتك، بحيث ان انت تعمل حائط صد كده بسيط لهذا السيل الجارف من البيانات ومن الخوارزميات والتحكم فيها. على مستوى الخصوصيات والاخلاقيات. نعم. على مستوى الخصوصيه. نعم. هنا بقى يجي الدور التكاملي الضروري بديهيا لتكامل العنصر البشري مع الآلة أو مساحة التقنية الذكية أو الذكاء الاصطناعي في إنه يحل سؤال الأخلاق وسؤال الفلترة الثقافية بما يتناسب مع المجتمع لحد ما انتوا الأبحاث تصل إلى حلول، مش كده؟ مظبوط، صحيح. أنا مع حضرتك جدا برضو، بتفق مع حضرتك في هذا التصور أو هذا الطرح، لأني أقول لحضرتك حاجة، مسألة الصراع ما بين الآلة والإنسان أو المحرر في صالة التحرير والتقنيات الخاصة بتقديم المحتوى زي تقنيات البلوك تشين
الواقع الافتراضي، الواقع المعزز وغيرها من تقديم المحتوى. صراع يمكن انا شايفه صراع وهمي، يمكن بيترسخ ليه بعض الاجندات البحثيه، بعض الشركات التكنولوجيه الرقميه، ولكن يبقى الانسان هو من يعني سيتحكم او يتحكم الآن ومستقبلا في ضبط خوارزميات جمهوره. الإنسان هو يعني قادر على التحكم في الآلة وما تنتجه من محتوى إعلامي. إذا هو تنافس أنا بظني يعني بتدفع إليه بعض الشركات التكنولوجية من أجل يمكن يعني الإسراع في مسألة الاستغناء عن البشر أو الاعتماد بشكل كبير على الآلة. لا يكفي غياب الإنسان أو المحرر البشري أو المذيع أو العامل البشري في صناعة الإعلام، ولكن بالعكس أنا شايف تواجده مهم جدا لضبط محتوى هذه الآلة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف اللي بيخاطب من خلاله الوسيلة بتخاطب من خلاله جمهورها يعني. دكتور، مسألة الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي كمرجع كريفرنس، هنا احنا في حالة تعلم مستمر الإنسان عموما، وإحنا على الأخص كإعلاميين علشان نقدر نطور من أدواتنا ونواكب متطلبات متلقينا يعني. فالمسألة دي في غاية الأهمية، وهي التدقيق من مدى دقة وصحة المعلومة، أو على الأقل إنها تم تجديدها. نعم، أقول لحضرتك حاجة. يمكن مؤخرا واحنا بنتابع على مستوى العالم الشات جي بي تي، وهو يعني الآن بيتم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا في الجامعات ومن قبل الطلبة والشركات وغيره. ومحركات البحث الآن في منافسة كبيرة جدا من أكبر محركين بحث في العالم، جوجل وبينج. يعني جوجل انت عارفين امريكي وبينج صيني، في منافسة شرسة جدا، بحيث ان عدد مستخدمي هذه المحركات يمكن بالمليارات حوالين العالم، وطبعا بالتبعية في الوطن العربي وفي مصر والمجتمعات العربية. باختبار هذه التقنية اللي بتعتمد على المحاكاة البشر والتوليد الآلي للمحتوى، اكتشفوا مؤخرا ان مثل هذا النوع من التقنيات بيعتمد على يمكن الابديت بتاعه بيتوقف امام اخر سنتين محتوى على الانترنت. يعني ما عندوش تحديث يا فندم للمحتوى اللي بينتجه البشر طول الوقت. هو بياخد من قواعد البيانات اللي موجوده سواء من البشر، من الالات، من غيره يعني، وبيبدا يقدمها لك. سواء انت عايز مثلا يكتب لك قصيده شعر، يكتب لك معادله رياضيه، يكتب لك مقال صحفي، او يكتب لك سكريبت البرنامج او غيره. هو بياناته غير محدثه، فيبقى هنا التدخل البشري من زي ما احنا بنسميه في لغتنا الاعلاميه والصحفيه الدارجه البسيطه، الصناعي بقى او الخبرات الاعلاميه، يبقى ده امر مهم جدا لضبط وتدقيق المحتوى اللي بيتلقاه من مثل هذه الآلات اللي هي بتنتج بيانات زي ما بقول لحضرتك يعني يمكن مش محدثة بقدر الإمكان. يعني أنا عن نفسي مثلا يا دكتور، حتى في استخدام أي محرك بحث من اللي حضرتك ذكرتهم، لا يخفى على أحد وما بقاش سر إن من غير تسمية أسماء إن في من يملك محركات البحث دي أجهزة، يعني أجهزة شركات تكنولوجية من يعني استخباراتية وغيره، يعني استخباراتية وخاصة بدول كبرى كتير. فما أقدرش أقول أبدا إنها محايدة وإنها في صف المعلومة بشكل شفاف ومحايد. في حتى عملية إذن تدقيق للنتائج اللي بتطلع لي، يعني صحيح. انا لازم بقارنها لان انا بجد اشياء مش منطقيه. اقول لحضرتك يا استاذ هند، احنا لما حضرتك تبص على الاحصائيات الخاصه بالمحتوى العربي على شبكه الانترنت، احنا فقط بننتج 3% من المحتوى الموجود في العالم على شبكة الانترنت. إذن قدام احنا أمام 97% من المحتوى هو بيأتي من الشمال إلى الجنوب، من دول الغرب إلى الجنوب. طب وبنك المعرفة؟ وبلغات مختلفة نفس الشيء. يعني كل المنصات الإعلامية الرقمية والإخبارية وغيره والمنتجات اللي بتقدم محتوى باللغة العربية، فقط 3% من المحتوى اللي بيقدم على مستوى شبكة الانترنت في العالم. إذن احنا أمام 97% من المحتوى الدولي اللي بيقدم بلغات أجنبية ومختلفة. هذا الرقم أو هذا المؤشر بيخليني طول الوقت أنا محل تشكك
في ما نتلقاه من بيانات ومعلومات ومحتوى بتقدم عن طريق هذه المحركات او محركات البحث. في منهم من ذوي الارجنتات وفي لا. طبعا انا مع حضرتك. ويمكن كمان في دراسات مؤخرا اجريت على مساله التحيز في معالجه هذه المحركات ومواقع التواصل الاجتماعي في اوقات الانتخابات الرئاسيه او الانتخابات المحليه ايضا، ما بين الاحزاب والايديولوجيات، ما بين اليسار واليمين. يعني يمكن في تحيز كبير جدا، وفي يعني هذه زي ما بنسميها مجموعات الضغط، يعني بتبدا تعتمد على التقنيين والمبرمجين ورواد العمل في مجال الخوارزميات لضبط هذا المحتوى، بحيث ان يبقى يعني اكبر قدر ممكن من المحتوى في وقت الانتخابات هو ممكن يكون في صالح طرف بعينه. ده كله بيأثر مساله هذه الانحيازات، ودور التكنولوجيا فيها بتأثر بشكل كبير جدا على إدراك الجمهور المتلقي للمحتوى وعلى اتجاهاته سواء الشرائية أو الانتخابية أو السياسية. طيب نرجع تاني لمسألة تطوير أو تحديث المحتوى الموجود بالفعل على تقنيات الذكاء الاصطناعي علشان أقدر أعتمد عليه في الإعلام أو في غير مجال الإعلام. فعملية بحثه دي آليتها يا فندم، حضرتك قلت لحد آخر سنتين بالظبط. طيب. لا يمكن لآخر سنتين كمان. ده بالفعل يمكن لاخر سنتين بتتوقف هذه المحركات البحث والتقنيات اللي بتعتمد على الترجمه الآلية والتوليد الآلي للمحتوى على ما تلقاه من بيانات من قواعد البيانات، من كافه اشكال قواعد البيانات البشريه، يعني يمكن لاخر سنتين. وده تحدي كبير جدا، الى جانب زي ما بقول لحضرتك يا استاذ هند ضعف المحتوى العربي اللي احنا بننتجه كعرب وكمصريين على شبكه الانترنت. وده يمكن كمان بنقيسه مثلا في قضايا، مثلا قضايا النزاعات السياسيه زي القضيه الفلسطينيه حاليا. دلوقتي يمكن البعض يقول احنا ليه مش مؤثرين المحتوى العربي الاخباري في تناول القضيه الفلسطينيه، ليه ما بيوصلش للغرب عشان نصنع راي عام عالمي يتعاطف مع مثل هذه القضيه. على سبيل المثال بسبب بسيط ان انتاجنا للمحتوى العربي بكل اشكاله، سواء على مستوى الترويج لقضايا سياسيه بعينها او الترويج للسياحه داخل مصر او غيره، ضعيف جدا. فاحنا في حاجه الى هربط ده بقى، يعني همد الخيط كده شويه لاحد اللقاءات اللي كان مكلف فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ما، وكان بيتكلم عن تأهيل المبرمجين الشباب في مصر. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء متواجد، وكان وزير الاتصالات متواجد، وسألهم قال لهم يا جماعه احنا عملنا مبادره خاصه بتقنيات البرمجه وتدريب هذا الجيل من الخارجين من كليات الهندسه والحاسبات والمعلومات، وعندنا استعداد ندفع الطالب نصرف عليه كدولة $30,000 مقابل هذا الكورس أو هذه المجموعات التدريبية في البرمجة. وأظن اختاروا من عدد كبير جدا ده مش من الخريجين بعد امتحانات واختبارات كتيرة، مجموعة يعني مش عايزه اقول رقمها، هم دول المؤهلين. انا ممكن اسمحي لي اقول هو لان ده كان على الهواء موجود، يعني سياده الرئيس قال ان اللي نجحوا او اللي عدوا من مثل هذه الاختبارات 111 شخص من اجمالي كام 200 الى 300 الف خريج في هذا المجال. اذا احنا امام بنيه تعليميه بتحتاج الى تطوير ادائها بشكل كويس، بتحتاج الى خاصه ان اقول لحضرتك على تطوير مناهجها طبعا، يعني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. الدوله اشتغلت على فكره على الارض يا استاذ هند، يمكن احنا عندنا 6-7 كليات في مجال الذكاء الاصطناعي متوزعين ما بين جنوب الوادي، عين شمس، القاهره، يعني خريطه اماكن جديده جداد على الخريطه. فده يساعدنا على ان احنا نقول بشكل عملي يعني وبدون نظره يأس ان الدوله المصريه ماشيه في هذا الاتجاه، ولكن احنا عايزين ننشر هذه الفكره، ننشر الثقافه العلميه. اني اقول لحضرتك حاجه برضو كمان تحدي بيواجهنا، يعني ان لما حضرتك بتظهر نتيجه الثانويه العامه وتيجي تبص على اختيارات الاسر لابنائهم، دايما يختاروا الكليات القمه، الطب، الاقتصاد، العلوم السياسيه، الاعلام، الكليات اللي هي التقليديه او المستمره. يعني مفيش حاجه اسمها كليات قمه خالص. احنا عايزين نغير الفكره دي من خلال الاعلام، من خلال المقالات والابحاث بتاعتنا، نغير الفكره دي، نوصل للاسر المصريه، نبدا نقول لهم يا جماعه الدوله المصريه بدات تعمل لكم 6-7 جامعات في مجال الذكاء الاصطناعي. سوق العمل هو اللي بيحدد طبعا. وميولك طبعا وميولك والجزء طبعا اللي انت منور فيه بالزبط. كل واحد فينا ربنا مديله جزء مساحه كده هو منور فيها. فاذا دخلت وتخصصت ثم اشتغلت
في الجزء ده هو ده اللي بيعمل القمه، لكن مفيش كليه بتدي حد قمه يعني. وخرائط الوظائف في العالم بتتشكل يا استاذ بالظبط. هادي. يعني الوظائف التقليديه دايما بنسمع طول الوقت ان الشركات التكنولوجيه هي اللي ماشيه في الاتجاه. أيوة. زي ما بقول لحضرتك، انا يمكن قبل ما اجي من حضرتك كان في دراسه وقفت قدامها شويه، حديث 2023 بتتكلم عن اقتصاديات المؤثرين على السوشيال ميديا. احد رواد الاعمال عمره 25 سنه بيقدم هو امريكي بدون ذكر اسمه، يعني عامل قناه بسيطه جدا متواضعه على اليوتيوب. عايز اقول لحضرتك ارباح هذه القناه 2022 54 مليون دولار. معايا دي فكره الكسب السريع بقى اللي احنا خدناها من الموضوع وسيبنا مميزاته الاخرى، والحكايه فضيت على مفهوم الكسب السريع والاتكال عليه واستقرابه، مع ان الموضوع خاص بمواكبه العصر وتطوير ادواتك وانك تتعب على نفسك. حضرتك شرفتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا النهارده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من عالم موازي. بشكر حضراتكم ونرجو ان نكون قد وفقنا فيما قدمنا. كل الشكر لزملائي أسرة البرنامج، زملائي وزميلاتي أسرة برنامج عالم موازي. شكرا لحضراتكم، ومن هنا لحد ما أقابلكم بأمر الله في حلقة جاية. دوما يا رب تحيا مصر، وبعد الفاصل بإذن الله الحياة طيبة.